بنت انتي، مش قلت لك قبل كده ما تقابليش الواد ده تاني؟ لا والله يا ماما انا ما روحتش اقابله، انا قابلته بالصدفه في الجامعه. والله العظيم انا ما قابلتوش يا ماما زي ما انت قلت لي من يوم ما كلمتيني، والله العظيم وانا ما بكلموش. طول عمري بشتغل عشان اصرف عليكي، بعد التعب السنين دي كلها تحبي لي واحد كحيان زي ده؟ ايه يا ماما ما تتكلميش عليه كده، هو مش كحيان، هو بيدرس وبيشتغل، وانا متاكده انه مع الايام انه هيبقى حاجه كبيره قوي. هو شخص طموح يا ماما وطيب وبحبني وانا بحبه. بصي يا مي يا حبيبتي، انا دي اخر مره اتكلم فيها بخصوص الواد ده، مش عايزه اتكلم تاني، ما تزعلنيش بقى. طيب يا ماما، حاضر حاضر يا ماما، مش هزعلك والله. حاضر يا ماما، انا اوعدك من النهارده ان انا ما هكلموش تاني. بس انا عملت كده عشان انت عايزه كده، بس انا من جوايا هو ده الشخص اللي انا متمناه يكمل معايا يا ماما. بس انا ما ينفعش ان انا ازعلك، انا لما قابلت كلامك عشان خاطرك انت، اكيد مش هاخدك في مقارنه معاه. انت مامتي وانا بحبك، وانا هعمل كل حاجه انت تقولي عليها. ليه كده يا زمن؟ ليه تصحي الجرح القديم؟ يعني بنتي ما فضلش في الدنيا دي كلها حد غير ابن الراجل اللي انا كنت بحبه ومفروض ارتبط بيه، واهله رفضوني، وانا عشت عمري كله دفن الموضوع ده في قلبي، وعشت حياتي مع راجل تاني وكملت حياتي. ليه في الوقت ده بالذات كل القديم يسهر ويسهر ابنه ويحب بنتي؟ ايه ده؟ اتصرف ازاي واعمل ايه انا دلوقتي؟ انا كمان ما اقدرش اظلمها واكسر قلبها زي ما انا قلبي انكسر، بس والله ما ينفعش، ما ينفعش انها ترتبط بابن الراجل اللي انا كنت مرتبطة بيه. اعمل ايه يا ربي؟ اعمل ايه؟ مش عارفة، مش عارفة، مش عايزة اظلمها كمان، مش عايزة اكسر قلبها، بس اعمل ايه؟ بس ما ينفعش يا ربي، ليه كده؟ ليه كده يا ربي؟ يا ربي اعمل ايه؟